أهلا بيكم من جديد في تيشو توك. بالنسبة لشريحة اللوز أريولر كونكتيف تيشو، دي شريحة بتبقى خطوط داخلة في بعض، خطوط سميكة وخطوط أرفع منها، كلهم داخلين في بعض. مجرد ما هنشوف المنظر ده يبقى على طول دي شريحة اللوز أريولر كونكتيف تيشو. الخطوط السميكة دي اللي هي طبعا تمثل الكولاجين، والخطوط الأرفع منها اللي هي تمثل الإلاستيك فايبرز. بالنسبة لشريحة الدنس كولاجينس أو الدنس فايبرس أو الدنس وايت كونكتيف تيشو، دي شريحة هنلاقي فيها كولاجين فايبرز بتبقى باراليل وفي نفس الوقت بتبقى ويفي وباراليل، يبقى اوتوماتيك هنكتب على طول ان هي دي شريحة الدنس كولاجينس كونكتيف تيشو. بالنسبة لشريحة الدنس إلاستيك كونكتيف تيشو، دي متاخدة من الأورطة اللي هنشوفه كمان شوية، بس بيبقى لونها بني أو أحمر. يعني الشريحة من بره نفسها بتبقى دايرة لونها بني أو أحمر. هنبص تحت الميكروسكوب، ده مش لون H&E، ده لون أزهى شوية منه، مدي على أحمر أو بني. الصبغة دي اسمها أورسين، صبغة الإلاستيك فايبرز بس اللي موجودة في الأورطة. يعني الأرضية لونها أبيض، المسلز اللي موجودة هنا ما اتصبغتش، أرضية لونها أبيض عليها الزجزاج ده اللي هو يتمثل في الإلاستيك فايبرز اللي مصبوغ باللون الأحمر أو البني المحمر اللي احنا قلنا عليه. مجرد ما هنشوف المنظر ده هنكتب على طول dense elastic connective tissue. بالنسبة لشريحة الهايلاين كورتليج، هنشوف قدامنا تحت الميكروسكوب دايرة أو جزء كبير من الدايرة. اللي بيميز الدايرة دي إني مليانة اللاكيونة اللي احنا اتفقنا إنها artificial spaces. لاكيونات، هنشوف لاكيونات كتير، وفي النص كده فيها نقطة زرقاء اللي هي الأنوية بتاعة الكوندروسايت. وانس شفنا المنظر ده يبقى على طول هايلاين كورتليج. شريحة الكانسيلاس بون، الكانسيلاس بون دي الأرضية بتبقى لونها أبيض، بنشوف الترابيكيلي بتاعة البون عاملة زي العواميد اللي لونها أحمر، وفي النص كده هما بين العواميد دي خلايا البون مارو، يعني خلايا البلاد. فخلايا البلاد هنا هو بتبقى باينة زي نقط برضو كده لونها أحمر. شريحة مرسومة رسم عاملة زي الخلية اللي حدودها معمولة بالترابيكيلي بتاعة الكانسيلاس بون، أو اسمها التاني سبونجي بون. يبقى مجرد ما هنشوف المنظر ده هكتب على طول سبونجي بون. شريحة الكومباكت بون، دي شريحة برضو شبه الأورطة في إنها بتبقى دايرة على السلايد من بره. الدايرة دي هنشوف منها نص قوس من جوه، نص قوس لونه أحمر. هنشوف مفروض الهافيرجيان سيستم. الهافيرجيان سيستم اللي هو في النص فيه هافيرجيان كانال، وحواليها داير ما يدور في دوامات الأوستيوسايتس عاملة زي منظر الدوامات بالظبط. مجرد ما هنشوف المنظر ده يبقى على طول دي شريحة كومباكت بون. بالنسبة لشريحة السكيليتال ماسل، برضو بتبقى الفايبرز هنا باراليل. لو تفتكروا قلنا برضو في الدنس كولاجينس كونكتيف تيشو كانت الفايبرز باراليل، بس في الدنس كولاجينس باراليل وويفي، لكن في السكيليتال باراليل وبتبقى مستقيمة مش ويفي. في نفس الوقت هنلاقي الأنوية موجودة على الأطراف بتاعة الفايبرز دي عاملة زي الشرطة، علشان هي زي ما اتفقنا هي سيجور شيب نيوكليس. وكمان السكيليتال ماسل بتتميز بسترايشنز واضحة جدا. لو حركت الفاين ادجستمنت هتشوف سترايشنز زي خطوط كده زاهية وباهتة بتروح وتيجي معاك وانت بتحرك. مجرد ما شفنا المنظر ده تبقى شريحة سكيليتال ماسل. هل في سترايشنز في الدنس كولاجينس كونكتيف تيشو؟ مستحيل. يبقى شفت سترايشنز وحاجات باراليل ومش ويفي وفيها أنوية على البريفري، يبقى على طول سكيليتال ماسل. شفت فايبرز باراليل لكنها ويفي عاملة زي موج البحر، يبقى على طول شريحة الدنس كولاجينس كونكتيف تيشو. بالنسبة لشريحة الكاردياك ماسل، الكاردياك ماسل الأنوية بتاعتها بتبقى راوندد أو أوفل. الراوندد أو أوفل يعني تحت الميكروسكوب بتبان نقطة. وكمان الكاردياك ماسل بتتميز إنها برانشد مش باراليل زي السكيليتال. طالما برانشد لما أبص على أي فايبر على طول هنلاقيه انقسم. مجرد ما شفت منظر إن الفايبرز منقسمة والأنوية عاملة زي النقط يبقى على طول دي شريحة الكاردياك ماسل. بالنسبة لشريحة النيرف ترونك، احنا عندنا منها شريحتين، شريحة نيرف ترونك H&E وشريحة نيرف ترونك أوزميك أسيد. نيرف ترونك H&E بتبقى عبارة عن، احنا شايفين البوندلز اللي فيها الأكزونز بتبقى عاملة زي دواير كتير، جواها الأكزونز دي عاملة زي النقط باللون البينك، يبقى دي شريحة نيرف ترونك H&E. زيها بالظبط بس باللون الأسود، يبقى دي شريحة النيرف ترونك أوزميك أسيد. بالنسبة لشريحة السباينال جانجليا، احنا متفقين إنها بتبقى اونيون شيب مليان سيل بوديز ومليان اكزونز متقطعة TS و LS.
يعني من الآخر هنشوف شريحة من جوه شكلها اونيون شيب وعبارة عن سيل بوديز كتير. السيل بوديز بتبان عاملة زي كور كده هو لونها أحمر. مجرد ما شفنا المنظر ده يبقى على طول شريحة سباينال جانجليا. شريحة السمباثيك جانجليا دي شريحة هنشوف فيها برضو سيل بوديز وإكزونز، بس الفرق بينها وبين السباينال جانجليا شريحة السمباثيك هتلاقيها شريحة واخدة الشريحة كلها، مش واخدة كونتور معين، مش اونيون شيب مثلا. هي شريحة كده اهو مفروشة على الأرضية كلها. في السلايد عندنا هنلاقي أغلبها نيرف فايبرز، يعني مبدئيا هنشوف السيل بوديز متفرقة وما بين السيل بوديز في نيرف أكسونز كتير. يعني مش زي شريحة السباينال جانجليا كانت السيل بوديز متجمعة مع بعض وكتير أكتر من النيرف فايبرز، لكن في السمباثيك في سيل بوديز بس متفرقة مش في مجموعات، وكمان بيفصل ما بينها أكسونز كتير جدا. فبتبقى شريحة إلى حد ما الكور اللي احنا قلنا عليها اللي تمثل السيل بوديز متفسحة عن بعضها. بالنسبة لشريحة الأورطة هي شريحة الدنس إلاستيك كونكتيف تيشو، بس الدنس إلاستيك احنا صبغنا الأورطة بالأورسين عشان نشوف فيه الإلاستيك فايبرز، لكن شريحة الأورطة H&E دي أنا صبغة الأورطة ذات نفسه كبلاد فيزل. فده بيبان إزاي؟ بره على السلايد برضو دايرة زي الكومباكت بون زي شريحة الدنس إلاستيك، بس دايرة مصبوغة بالH&E. الدايرة دي شفنا من جوه نص القوس اللي مليان الزجزاج لاينز دي، زجزاج لاينز صغنونة في نص قوس، يبقى على طول دي شريحة الأورطة. شريحة الانفيريور فينا كيفا أهم حاجة تبقى عارف إن الانفيريور فينا كيفا الأدفنتيشيا اللي فيه مليانة سموث ماسل. السموث ماسل دي بتبقى باينة زي كور كتير كده على طرف الوولز بتاعت الانفيريور فينا كيفا. هنشوف التو وولز بتوعه، وهنشوف أساسي إن طبقة الأدفنتيشيا كبيرة شوية. يبقى مجرد ما شفت المنظر ده يبقى شريحة inferior vena cava. شريحة الميديم سايزد artery and vein، الفين ما فيهوش حاجة مميزة، فبنبقى ظابطين لكم على الارتري. اللي بيميز الميديم سايزد artery إن في internal elastic lamina قوية جدا مكشكشة عاملة زي الوردة. فاحنا هنشوف منظر الوردة ده وحواليها سموث ماسلز كتير، أكني جايبة قلم لونه بينك وعمالة ألون حوالين الانترنال elastic lamina دي، يبقى على طول دي شريحة medium sized artery and vein. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدوسوا لايك واعمل سبسكرايب للقناة لو عاوز تفهم الهيستولوجي.